يا جماعة مش مهم مين اللي طالب بثورة جنسية، الخير كتير الحمد لله عندنا في مصر، لكن المشكلة مين اللي وصل الناس انها تطالب بثورة جنسية. الأسعار نار حتى في الحرام. 3000 جنيه لممارسة الدعارة مع روسية لمدة ساعة واحدة فقط. 3000 جنيه؟ ليه؟ ده الشاب في مصر الكسيب اللي بيشتغل اللي حياته مستقرة بيقبض 1500 جنيه، قول بيصرف نصهم على الأكل والشرب يتبقى معاه 750 جنيه، بيصرف 300 جنيه مواصلات يتبقى معاه 450 جنيه، 200 جنيه بقى خروجات كده مع أصحابه وبتاع يتبقى معاه كام؟ 250 جنيه، اشتروا بقى جزمة على قميص على بتاع ب 240 جنيه يتبقى معاه كام؟ 10 جنيه، يعمل بقى إيه بال 10 جنيه دي؟ كفاية عليك قرطاس تفوز بيه. يعني الشباب لا يقدر يتجوز في الحلال ولا يقدر يقرب من الحرام عشان غالي. طب ما دي حاجه كويسه على فكره، اهي بقى احسن ميزه في مصر، اسكل كده كله عيوب مصر لكن تيجي عند الحرام ووب ستوب. ليه؟ عشان غالي، مفيش حد في مصر يقدر على الحرام. مفيش ليالي حمراء خالص في حياه سمير غانم؟ ازاي؟ ضروري اكيد فيه بس مش فاكرها. اخر ليله حمراء في حياه ميدو بره ولا جوه؟ بره طبعا. طب احلى ليله حمراء مع مصريه ولا غير مصريه؟ لا انا مبطل الحاجات دي خالص. خلاص نسيتها؟ نسيتها. ما كانتش مؤثره؟ لا مؤثره طبعا. فاكر كام ليله حمراء من ساعه ما بقيت عازب لحد دلوقتي قضيتها؟ يعني كتير؟ ما عدتهمش بصراحه. كتير. مش عارف يعدهم. ايه البرنامج ده؟ ايه المليطه اللي انتوا عاملينها دي؟ بعدين ايه الاسئله المستفزه اللي انتوا عمالين تسالوها دي؟ بقول لكم الشباب مش عارف يتجوز واحده وانت مش عارف تعدهم. ده احنا بقينا في قاع القاع يا جدعان والله. مين يا جماعه اللي يقدر ينتشل المجتمع المصري من الانهيار الاخلاقي اللي هو فيه ده؟ مين الفارس النبيل اللي يقول انا لها ويعمل حمله ضد الانحدار اللي بقينا فيه ده؟ في زمن انهارت فيه القيم وانحدرت فيه الأخلاق. طفلة تدير شبكة دعارة بالإسكندرية. سيب شعر صدرك منطلق. أنا مخرجة الجنس. السينما باظت من ساعة ما بطلوا بوس. كان المخرج عمرو سلامة طالب بتقنين الدعارة. ماتت الفضيلة وانتشرت الرذيلة. تمثيليات بالذات في رمضان بتبقى اوفر قوي. حاجات الخليعة دي عيب ما يصحش. ده مش بتاع المسلمين ده. احنا عايزين حاجة تخلي الناس تفوق. كان هو فارس الأخلاق الحميدة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. واجه الإسفاف الفني وانتصر للأخلاق والقيم. يا إما يبقى في احترام وأخلاق وحياء، يا إما هنبقى عايشين في كباريه. إنه فارس الأخلاق تامر أمين. فالمعاملات والعبادات في كل الأديان السماوية هدفها تهذيب النفس البشرية وحسن الخلق. لو تعاملنا بالأخلاق كل حاجة هينصلح حالها. ايوه بقى تامر بقى راجل، انت فاهم من زمان سايب المجتمع يوصل للانحدار ده. انا من الاول قايل لكم تامر ده انتمي، هو الوحيد اللي يقدر ينتشل المجتمع من القاع اللي وصل فيه. يا تامر انت رمز الاخلاق. هو بيتكلم على القيم والاخلاق والحاجات ديت. انت يا استاذ تامر ما بتجيش تسهر اللي عندي. هقول لك ايه، انت سعد الصغير وانا للاسف لا ليا في الصغيرين ولا ليا في العيال. هو بيسهر في اماكن حلوه اللي انت بتسهر فيها بعد ما بتشتم الناس بتروح تسهر هناك. حتى لو كنت بروحها ده لا يشني مبدئيا، بس انا بقول لكم ما بروحهاش. انت بصرشي؟ انت ما جيتش عندي سمراميس في النايل واتفرجت على دينا وبعد كده شتمتها واتفرجت عليا وانت قاعد بتعمل يا استاذ تامر؟ معقول انا بسهر كل يوم في الاماكن الشمال اللي انت بتغني فيها؟ وكل يوم معاك واحده. العيب ان انت تطلع في التلفزيون وتقول انا ما بعملش الكلام ده. لو كنت بروح يا سعد كان طلع لي مليون صوره. بلاش صور بلاش صور يا تامر. يوه انت عارف سعد هيروح بقى يجيب لك صورك وبتاع. شوف اهو شوف يعني عاجبك كده يعني؟ ها انا عمال ادافع عنك وبتاع، يعني الناس تقول عليك ايه دلوقتي؟ فوتوشوب امشي يا صور، فوتوشوب وحشه كخ. ها اهو سعد الصغير ده راجل حشره طبال بتاع رقصات وكباريهات وخمارات. اللي قعدوا مع واحد قامه اعلاميه كبيره زي تامر امين متبني اكبر حمله للدفاع عن الاخلاق في مصر. ايه اللي يجمع الاثنين ببعض؟ تامر امين. وعمال تسقف لي كده وبتاع زي العبيط، بس عمال ادافع عنك واقول انتيمي وبيدافع عن الاخلاق وكده.
يعني اقول للناس ايه دلوقتي؟ لا بس برضو يا جماعه سعد الصغير هو اللي كذاب. ليه؟ عشان بيقول ان تامر امين هو اللي بيروح له الكباريه، بس الدليل اللي احنا شفناه بعينينا ان سعد الصغير هو اللي بيروح لتامر امين الكباريه. ما هو سعد الصغير ايه؟ سعد الصغير شغال في كباريه في شارع الهرم، وتامر امين شغال في كباريه في مدينه الانتاج الاعلامي، فما فرقتش. ليه بقى؟ لان تامر امين يبقى هو الوحيد اللي مدافع عن الاخلاق في مصر. احنا اللي ودانا في داهيه ان علاقات اوض النوم بقت بتناقش في الاعلام. يعني وانا قاعد لوحدي راجل اهو بشنبات في الليفنج روم وهي بتتكلم وانا بتفرج بتاع عمال ابص على كده لحسن مراتي تخش عليها فجاه فتظبطني بتفرج عليها بقض. هو مفيش حياء؟ مفيش حمره خجل في البلد دي؟ يعني لو امي دخلت عليا تقول لي ايه يا تامر وانا في الاربعينات كده هتقول لي ايه يا تامر انت بتتفرج عليه ده؟ اقول لها ايه ساعتها؟ دي ثقافه؟ مثلا ايوه كده ارجع تامر امين حبيبي انتيمي اللي بيدافع عن الاخلاق وبيحافظ على قيم وعادات المجتمع. بس انت برضه يا تامر المفروض ما تهاجمش هبه قض لوحدها، المفروض تهاجم الناس الحقيره من الاعلاميين اللي بيدوها فرصه معاهم في لقاءات تلفزيونيه. دكتوره هبه مساء الخير. مساء الفل. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وكل المشاهدين طيبين. لا 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 ما تظلموش تامر يا جماعه، يعني اكيد مش هيناقشها في الحاجات الوحشه اللي بيناقشوها في الاعلام، اكيد يعني هيخاف من مراته وامه لا يقفشوه، اكيد بقى يناقشها في الكوره في الذره في الكيمياء في الفيزياء، لكن لا لا مستحيل تامر يناقشها في الحاجات الوحشه دي. هبه قطب قالت ان غالبيه المصريين ما بيعرفوش يمارسوا الجنس. اطلاقا عمري ما قلت كده. اصل انا قلت يعني المصريين ما يعرفوش يمارسوا الجنس وبقى عددنا 90 مليون كنت حلطم، امال لو بيعرفوا يعملوا ايه؟ والله صحيح بجد يعني مش والله يعني الصراحه يا تامر يعني خليت منظري زباله قدام الناس، يعني اقول ايه تاني؟ يعني ادافع عنك ازاي؟ طب بص يا تامر يعني احكم انت على نفسك. الاعلامي ما عندوش غير ايه؟ سيبك من سمعته، ما عندوش غير اهم حاجه عنده ايه؟ في رايي المصداقيه. يعني لو حضراتكم اكتشفتوا في اي يوم من الايام ان انا كدبت على حضراتكم في معلومه واحده، انا بقول لكم لا تحترموني ولا تصدقوني بعد اليوم، واسقطوني من اعتباركم وما تتفرجوش عليا تاني. لا بقى يا تامر بقى هنا بقى انا اللي هقف لك بنفسي. هو احنا يعني عشان قفشناك بتكذب ولا عندك شويه ازدواجيه نقوم ما نتفرجش عليك؟ يا تامر ده انت احسن مثال للكذب والتدليس والاعلام الرخيص، وبصراحه احنا نموت في الاعلام الرخيص.